خلصت شغل في حوض السمك وكنت هعزله بالبنزين والفوم، لكن غيرت رأيي في آخر لحظة بعد ما شفت الدراسة دي. واللي كلنا عارفينه إن جزيئات دقيقة من البلاستيك اتسربت لنظامنا الغذائي وبقى شبه مستحيل نتجنبها. لكن الجديد في الدراسة دي إنهم لقوا جزيئات مايكرو بلاستكس جوه السبرم نفسه. فيبدو إنه من الضروري إن نتجنب استخدام البلاستيك على قد ما نقدر، وإن اضطرينا فمن المفضل نستخدم أقلها ضررا. بعد ما خلصت البونة عملت طبقتين من المحار الخشنة، وكان في الأول تبدو أصعب من البناء بغض النظر عن نقل الطوب، لأن يبدو إن في نسب محددة للمكونات لما بتتغير ما بتديش نتائج مرضية. مكنتش عارف ازاي أفرد المونة بشكل مظبوط على الحيطة، وتقريبا كان بسبب زيادة نسبة الرملة أو قلة الرطوبة. الموضوع خد مني محاولات كتير، يعني أكتر من 10 أيام كل يوم أخلط الأسمنت بطريقة مختلفة وأحاول تاني. وفي آخر يوم كنت خلاص هيأس، لكن بعد محاولات كتير حسيت إني بدأت أفهم. وعلى حسب ما فهمت إنه نسبة الرملة محتاجة تكون عالية في الطبقات الأولى وطبقة الطرطشة، بس في الطبقات الأخيرة لازم نقلل الرملة لقد ما نقدر لنفس كمية الأسمنت، أو تنعدم تماما لو حابين نقلل مسامير الطبقة. فوق الطبقات الخشنة عملت طبقة أسمنت بس، وبعديها طبقتين أسمنت أبيض. في التطبيقات اللي زي دي في المشاريع التجارية اتفق الجميع إن العزل الأسمنتي اللي بيستخدم لعزل حمامات السباحة وأحواض مياه الشرب أو أحواض السمك هو أفضل حل، وكمان أوفرهم لو حسبنا تكلفة الأخطاء واحتمالات التسريب. لكني فضلت استخدام الأسمنت لأن في أكتر من حد من أصدقائنا أكدونا إنهم استخدموا أسمنت بس ونفع معاهم لو اتعمل كويس. بالإضافة لده، لأن في ظروف معزولة أو أبوكاليبتية توفير العزل الأسمنتي هيكون مستحيل، لأنه بيتم تحضيره عن طريق خلط الأسمنت بمركبات معقدة مش هنقدر نوفرها هناك. لكن الأسمنت العادي ممكن نحضره بسهولة جدا من الحجر الجيري بدون أي معدات أو معلومات معقدة. فالحمد لله إن الشكل النهائي طلع حلو كده، والصراحة ما كنتش متوقع إنه يطلع كده خالص أو حتى إني أعرف أكمله لوحدي. لكن السؤال هنا هو هل هيسرب مية ولا لأ؟ والأهم من ده كله، هل يا ترى هيقدر يصمد قصاد ضغط المية ولا هينهار؟ فخلينا نشوف كده مع بعض هيحصل إيه.